السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا متابعينا الكرام. في هذا الفيديو الجديد سوف نشارككم ملخص مباراة نادي ريال مدريد من أمام ناظره نادي سيلتا فياغو. والآن فضلا وليس أمرا لا تنسون الإعجاب من الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والإشعارات ليصلك كل ما هو جديد. وأيضا لا تنسى الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. والآن هيا بنا نذهب بكم لكم تفاصيل هذا الملخص. والآن يسجل الهدف الأول اللاعب كيليان إمبابي في الدقيقة 25، وقد سجل الهدف من طريق اللاعب كيليان إمبابي لصالح نادي ريال مدريد. ومع الهدف الثاني يأتي عن طريق أيضا كيليان إمبابي في الدقيقة 40. وينتهي الشوط الأول من المباراة بصالح لريال مدريد 2-0 لسيلتا فياغو. ومع الهدف الثالث يأتي من الشوط الثاني عن طريق اللاعب فينيسيوس. وأما عن صانع الهجمة فهو كيليان إمبابي. وقد بدأ الشوط الثاني بمقابل 3 أهداف لريال مدريد مقابل 0 لنادي سيلتا فياغو. وأما عن الهدف الرابع يأتي عن قبل كيليان إمبابي أيضا، وصانع الهجمة هو فينيسيوس. وإلى هنا سوف نكون قد أكملنا لكم تفاصيل هذا الملخص. وقد تكون فاز ريال مدريد على نادي سيلتا فياغو بمقابل 4 أهداف مقابل 0. وإلى هنا سوف نكون قد أكملنا لكم تفاصيل هذا الملخص. نرجو من الجميع دعم الفيديو بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك. والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. دمتم بأمان الله وحفظه. وأيضا لا تنسى مشاركتنا رأيك أسفل التعليقات بمن سيكون الفائز في مباراة ريال مدريد ولاس بالماس. وهذه المباراة القادمة التي ستقام عام 2025 شهر 1 يوم 19 من شهر 1، وستقام عند تمام الساعة 6:15 مساء. ومعنا هذه المباراة سوف تقام الأحد. وإلى هنا سوف نكون قد أكملنا لكم هذه التفاصيل. نرجو من الجميع دعم الفيديو بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك. والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. دمتم بأمان الله.